اكتشافات ضخمة للغاز بالمغرب وبالضبط بمنطقة قرسيف. ولكن قبل ما نبداو في تفاصيل هذه الحلقة، رجاء دعموا هذا المحتوى باللايكات وبالبارطاج وبالتعاليق، لأنني كنستافد منها ونستافدوا منها جميعا. المغرب انتقل للسرعة القصوى باش يأمن الاحتياطات ديالو من الغاز الطبيعي. ففي الوقت اللي سيدنا محمد السادس حفظه الله ورعاه في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء شد في مشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا، وأكد على مواصلة العمل على تنزيله في أقرب الآجال. كتعتزم شركة بريداتور الإنجليزية بدء عمليات حفر بئر استكشافية جديدة في امتياز حقل الغاز بقرسيف خلال النصف الأول من دجنبر المقبل. وعلنات هذه الشركة اللي كتعمل في المغرب وترينيداد توباكو وإيرلندا النجاح ديالها في توفير التمويل اللازم لبدء عمليات الحفر في بئر إمتو الأسبوع الثاني من الشهر المقبل. هادشي كله وفق ما نقلته منصة الطاقة. وكانت الشركة البريطانية بريداتور علنات مطلع العام الجاري 2022 اكتشافات غاز ضخمة في ترخيص حقل قرسيف، وكتشير التقييمات الأولية لاكتشافات الغاز في قرسيف اللي كتمتلك فيه الشركة البريطانية نسبة 75%، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم كيمتلك 25% بنحو 393 مليار قدم مكعبة من الاحتياطيات. كما أن هذه الشركة وضحت بأنها تمكنت من تسجيل توفير كبير في التكاليف، بحيث كتظل التكلفة المدرجة في ميزانية بئر إم2 قريبة جدا من التكلفة النهائية لبئر إم1 على الرغم من مشكلات في سلسلة التوريد. وعلنت كذلك الشركة البريطانية في منتصف غشت الماضي أن بئر إم2 التي ستبدأ عملية الحفر فيها خلال الشهر المقبل كتحتوي على ما يناهز 295 مليار قدم مكعبة من الغاز. وذكرت كذلك الشركة البريطانية أنها أجرت مناقشات مع عدد من الشركات من أجل بيع الغاز المغربي المكتشف في حقل قرسيف، وكتوقع توقيع اتفاقيات لبيع الغاز بعد مدة وجيزة من إعلان إنتاج اختبار البئر الجديدة. الله يجيب لي فيها الخير لبلادنا المغرب والمغاربة كاملين. حلقتنا وشكات على نهايتها، شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.